السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى هنعمل الكشري على أصوله زي المحلات بالظبط، ويمكن أحلى كمان. معايا كيلو طماطم غسلتها كويس وفرغت الراس بتاعتها بالسكينة وحطيتها على النار في مية تتسلق، وربع كيلو عدس بجبة غسلته كويس وحطيته برضه على النار في مية تتسلق، وربع كيلو حمص الشام نقعته ساعتين وبعد كده غسلته كويس وحطيته برضه على النار في مية تتسلق. هنا بقى معايا نص كيلو زيت حطيته في قلب الطاسة وسبتها تسخن. كنت مقطعة بقى العيش الشامي بالطريقة دي مثلثات، نزلت بيه كده في الزيت بعد ما سخن. هو ما بياخدش ثواني خالص وبيتحمر بالطريقة دي، لازم تطلعيه وهو لونه ذهبي علشان خاطر ما يتحرقش منك ويبقى طعمه مش حلو بعد كده. هنا الوقت كده بصي بيقرمش ازاي. انا معايا هنا بقى 3 معالق دقيق عليهم معلقة نشا، نزلت بيهم على البصلة وهبدر البصلة بقى كلها بيه. معايا طبعا الزيت سخن، هنزل بنص كمية البصل، وبعد كده هنا هشيل بقى الريم من على الحمص وهشيله برضو من على العدس. هكون مقشرة بقى بصلاية صغيرة ومعايا معلقة توم، هنزل بيهم على الحمص وهو بيغلي كده، هسيبهم بقى يستووا معاه. هقلب بقى البصلة على الناحية التانية كده، هقلبها علشان خاطر ما تبقاش من جنب وجنب. هنا كده بقى اتحمرت، انا ما بحبش اشيلها متحمره اكتر من كده، هي هتحمر لوحديها مع نفسيها بعد كده وهتقرمش وهتبقى جميله جدا. هنزل بقى دلوقتي بالنص التاني من البصل وخلاص ده اخر حاجه من البصل. هنا بحط بقى في ميه المكرونه معلقه ملح وحبه زيت، وهنزل بقى بالمكرونه كده. معايا كيس مكرونه سباكيتي وكيس مكرونه الملويه الصغيره، وهديهم تقليبه بس كده عشان افكهم. وبعدين هنا بقى كل ما المية تنقص في الحمص هزودها عشان ما ينشفش ويتحرق. هنا طبعا خلاص انا طفيت على الطماطم، هنقلها كده زي ما هي في قلب الخلاط وهسيبها بقى تبرد شوية علشان خاطر ما تحرقش الخلاط طبعا، وهحط عليها حبة مية من المية اللي انا سلقت فيها. هنا برضو كده البصلة خلاص اتحمرت، هشيلها برضو من الزيت، وكل الزيت ده هنكمل بيه الكشري طبعا واخد ريحة البصل ومتحمر فيه بقى ونازل منه الحاجات اللي هي اللي تحت ده الدقيق اللي نزل هنستخدمه برضو مش هنرميه. هنا طبعا العدس كان خلاص اتسلق، دي بقى تكة من اللي بيعملوها بتوع محلات الكشري. بتحطي العدس بتصفيه كويس وهو سخن وبتحطيه كده في طاسة على النار، بتحطي له معلقة ملح وبتفضلي بقى تقلبي فيه كده لحد ما ينشف بقى خالص من المية. طبعا التكة دي مهمة جدا عشان تخلي العدس بتاعك شكله كده كأنه عليه كمون او حاجة. انا كنت الاول بحسب بتاع الكشري بيحط عليه كمون، ما كنتش اعرف الطريقة دي بصراحة. هنا كده الطماطم خلاص انا ضربتها في الخلاط، هحطها في حلة من غير اي حاجة وهحط الباقي هنا. هحط حبة هنا على الحمص وهحط بقى كمون وملح وشطة. بصوا بقى العدس بقى عامل ازاي، بقى لونه زي اللي بيتباع عند بتاع الكشري. دي الرواسب بقى اللي كانت نازله من البصله في الزيت، هي اتحمصت شويه لحد ما الزيت برد. دي بقى بتخلي الصلصه تتقل، بتخليها جميله. ومعايا هنا بقى طاسه حطيت فيها كده حبه زيت، وهنزل بمعلقه توم وهخليها بس ايه يعني، هنزل عليها كمان بمعلقه كزبره ومعلقه كمون ومعلقه فلفل اسود صغير. وبعدين اول ما تطلع ريحه كده مش هسيبها تتحمر، هنزل بيها على طول على الطماطم. وبعد كده هحط الطماطم شويه كده على النار، وهي على النار بقى هنزل عليها بالملح عشان الملح انا ما بحطوش في التومه. كده خلاص هي كده خلصت خلاص، اتسبكت وخلصت، مش هنحطها على النار تاني. هنا بقى المكرونه كانت اتسلقت، هنزل عليها بحبه زيت ومعلقه توم صغيره. التوم شيء اساسي في الوصفه كلها، هو كل بتوع الكشري بيعملوا كده، بيحطوا التوم في كل الوصفة. وهنا في حلة تانية برضو من الزيت نفسه هو هنسخن الزيت كده على النار وهننزل عليه بالشعرية. هكون غاسلة نص كيلو رز ومعاه 8 كيلو عدس أصفر. هنا أول ما الشعرية تتحمر هنزل عليها بمعلقة توم، أول ما أشم ريحتها هنزل بقى بالعدس والرز وهقلب العدس والرز بقى مع الشعرية وهضيف لهم الملح، وهقلب بقى وانا ضايفه الملح كده لحد ما يخروش في الحله. بعد كده هيكون معايا ميه مغليه،
هنزل بيها هغطي الرز، بس هزود المية شوية علشان خاطر هو فيها عدس، فهتاخد يعني مية اكتر بس. وبعد كده هسيبه، بعد ما احط المية هسيبه خلاص يتشرب ويستوي. اول ما يتشرب هوطي عليه وهسيبه بقى يستوي كده براحته. وبعد كده هكون معايا طاسة صغيرة هحط فيها بقى اخر حبة زيت، وهنزل عليها بمعلقتين او 3 شطة، وهقلب فيها بقى واسيبها تغلي كده. اول ما ريحتها تطلع بقى والاقيها بتغلي كده، احس ان انا هكح بقى من ريحتها خلاص، هقوم منزله عليها كبشتين صلصة وهسيبها بقى تغلي معاها. وكده خلاص الشطة خلصت وبالهنا والشفا. بعد كده هيكون معايا بقى حلة هحط فيها نص كوباية مية سخنة، وعليها ربع كوباية خل ونص ليمونة ومعلقة توم. وبعدين هنزل بالتوابل، معلقة كزبرة، معلقة كمون، معلقة شطة، واسيبها بقى. واول ما تبتدي تغلي كده هنزل عليها بكبشتين من مية الحمص عشان تبقى لونها كده زي المحلات اللي بره. وكده خلاص الكشري بتاعنا خلص. وهوريكم بقى اعمل السلطة. انا معايا هنا طماطمتين، خيارتين، بصلاية صغيرة، قرن فلفل حراق وحبة بقدونس وحبة خل ونص ليمونة وملح وفلفل اسود وكمون وبابريكا ونص كوباية مية. لو عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك في قناتي مطبخ ميمي. وده الشكل النهائي للكشري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.